نعمل مع بعض بيتزا عجينة ناجحة 100%. صلصة تتاكل لوحدها. أي حاجة عاوزين تحطوها على الوش حطوها، دي حاجة ترجع لكم، ده حسب اختياراتكم. بعد ما تتفرجوا على الفيديو أتمنى إن انتوا ما تشتروش بيتزا تاني من بره، ألذ وأطعم بيتزا. بس لو انت جديد اشترك وفعل زر الجرس ودوس لايك، ويلا نعمل البيتزا مع بعض. تعالوا نبتدي بعجينة البيتزا. نبتدي الأول بعجينة البيتزا. دقيق وزيت، ملح، خميرة، مية، شوية دقيق سيمونيلا أو دقيق عادي. هنبتدي بالدقيق الأول، وأنا هستعمل إيدي. أنا ممكن أستعمل العجان، ولو استعملت العجان بستعمل الخطاف في المرحلة دي. أنا بحط الدقيق وبحط عليه السكر، نص معلقة السكر، كل المكونات الجافه اللي عندي، وبحط فوق السكر الخميره، وبحط شويه الملح، وعندي نص معلقه توم بودر، وبقلب المكونات الجافه دي مع بعض كويس. بضيف زيت الزيتون المعلقتين اللي انا قلت عليهم، معلقتين زيت زيتون كبار، وبقلبهم مع الدقيق. والميه اللي بضيفها بتكون ميه دافيه عشان تساعد على ارتفاع العجينه اسرع. بسيب كل ده يندمج مع بعضه لغايه ما يتكون عندي كتله عجينه واحده متماسكه، والعجينه عندي تكون ملساء، ما يكونش فيها اي مسام، تكون ملساء. احنا الميه اللي عندنا نزود تدريجيا على حسب احتياجنا للميه. نعجنها كويس لحد ما يحصل ان يتكون عندنا عجينه ملساء، اقدر اشكلها براحتي. كده العجينه خلصت معانا بالشكل ده كده يا جماعه، تكون مفيش بينها اي فراغات. هنجيب شويه زيت خفاف وندهن بيهم العجينه بتاعتنا في الطبق بالطريقه دي. واغطيها واسيبها تخمر نص ساعة تقريبا بالظبط. وده شكل العجينة بتاعتنا، ده شكلها. نحاول نريحها، نجيب الصينية اللي هنفردها عليها وندخلها الفرن. شوية من دقيق السيمونيلا أو دقيق عادي أحطه على الصينية أو على الصاج اللي هدخل فيه العجينة. والعجينة بفردها من غير نشابه في الصينيه بتاعتنا. العجينه بفردها بايدي، مش محتاج نشابه زي ما قلنا، وبسيبها حوالي 15 دقيقه دلوقتي. ونعمل مع بعض صلصه الطماطم. طماطم طازه بتكون مستويه، واحط معاها الثوم، احط الملح والفلفل، واسيبها تستوي على نار هاديه لمده 20 ل 25 دقيقه. وبضيف عليها شويه ريحان لو موجود ريحان اخضر، واغطيها واسيبها لغايه ما كل الطماطم تنزل العصاره اللي فيها على النار. واضربه في الخلاط، وممكن اصفيها لو حبيت، او اضربها كويس لحد ما كل القشر اللي فيها ينعم. باخد كل الطماطم اللي موجوده على النار واضربها في الخلاط، وممكن اصفيها لو حبيت، او اضربها كويس لحد ما كل القشر اللي فيها ينعم.
كده الصلصه بتاعتي نعمت، ضربناها في الخلاط وبقت بالشكل ده صلصه تحفه تتاكل لوحدها زي ما قلت لكم في البدايه. من الصلصه، صلصه الطماطم على البيتزا نوزعهم، نوزع الصلصه. نوع من انواع الخضار انا عايز اغطيها بيه، ممكن تستعمل الحاجه المفضله والمتوفره عندك، فلفل الوان او فلفل اخضر، بس دي حاجه ترجع لكم، دي اختيارات انتوا ممكن حابينها او مش حابينها. احنا هنحط الفلفل الاخضر اللي عندي بالشكل ده، بعد كده اي نوع من انواع اللحوم انت بتفضلها. انا هنا معايا لانشون بطعم البسطرمه. بعد كده بضيف الزيتون الاخضر والزيتون الاسود، طبعا عايز تحط اخضر لوحده حط، عايز تحط اسود تحط، دي حاجه ترجع لكم برضه، انا قلت دي اختيارات. بعد كده شويه شرايح بصل. اهم حاجه وانا بحاول اقطع الحاجه، احاول اقطع الحاجه قد بعضها، الحاجه تبقى قريبه من بعضها في التقطيع. شويه بصل، اخر حاجه انا بحطها هي الجبنه، ويبقى ما كترش منها برضو نفس الوقت، بحط الجبنه اخر حاجه وما بكترش منها. خلق الفرن تكون درجه حرارته عاليه على درجه 200 درجه عشان البيتزا ما تنشفش معايا، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.